السلام عليكم. اللي انت تكون عامل يوميه دي في حد ذاتها مشكله كبيره. ان انت تكون دايما شغال عامل يوميه بالاجر، اللي انت بتروح اليوم بتشتغل بتجيب يوميتك ثم تقعد يوم ما تقدرش تصرف، فانت كده حاطط نفسك في دايره صعبه جدا، وفي يوم من الايام هتكون اصعب من كده. مش هقول لك ان احنا كلنا هنكون مثلا رقم واحد في كل حاجه، بس حتى لو مش قادر ان انت تكون رقم واحد في شغلتك، خلي البديل لنفسك في حياتك. خلي البديل نفسك ان انت تقدر في يوم من الايام لو قدر الله جالك تعب او جالك حاجه او حصلت لك ظروف، انت عندك دخل تاني تقدر تعيش عليه. انما اللي انت تحط نفسك دايما في الراتب اليومي، وبالاخص ان انت كنت قاعد في البلد او مسافر بره، فالاثنين صعب. اللي مسافر بره اليوم بالنسبه له اصعب من اللي قاعد جوه. اللي بره محسوب عليك اليوم اللي انت عايشه، حتى لو ما اشتغلتش محسوب عليك سكن، محسوب عليك اكلك وشربك، محسوب عليك نتك، محسوب عليك اقامتك، كل ده محسوب عليك حتى لو انت نايم ما اشتغلتش. كذلك اللي في البلد، انت لو يوم ما طلعتش وجبت ال 100 جنيه، انت مش هتقدر تاكل ولا تقدر تاكل ولادك ولا تعرف تعمل اي حاجه عشان خاطر ال 100 جنيه اللي انت بتطلع تشتغل عليها. فدي في حد ذاتها لازم تفكر لها كويس، ان انا اطلع ازاي من المشكله دي، ان دي مشكله كبيره. الارزاق بيد الله، بس ان انت تكون عندك هدف. في ناس كتيره بتكون ما عندهاش المقدره ان هي تطلع تكون اصحاب عمل او اصحاب شغل، ان هم يكونوا يشيلوا شغل لحسابهم، والمشكله دي لازم أن يتخلصوا منهم باي طريقه. ان انت تكون دايما خايف ان انا اكون اشتغل، انت مولف اللي انت كل يوم تطلع تجيب اليوميه بتاعتك وشكرا على كده مش عايز تشيل مسؤوليه. دي في حد ذاتها مشكله كبيره، وتعب كتير جدا بتتعبه وبتاخده ناس ثانيه، وتعب كتير جدا بتتعبه في صنعتك او في شغلتك وبتكون لناس ثانيه، والدخل الاكتر بيكون لناس ثانيه. فحاول ان انت تشيل من نفسك الحته اللي انا مش بتاع مسؤوليه، او اللي انا مش عايز اكون شايل مسؤوليه، ودايما انا معتمد اللي انا اجيب ال 100 اشتغلت او ما اشتغلتش، ابقى اجيب ال 100 جنيه او بجيب ال 10 دينار او بجيب ال 10 ريال، وانا مسستم دماغي على كده. انت في يوم من الايام حتى لو معاك شويه فلوس كده انت محوشهم هيخلصوا منك، وما قدر الله حصل عندك تعب، حصل عندك فصل الشتاء مش قادر تشتغل، حصل عندك فصل الصيف مش قادر تشتغل، صدقني هتكون واقع في مشكله كبيره جدا. حاول تشتغل على نفسك عشان تغير الفكره دي، عشان تكون النهارده غير امبارح، وتكون بكره غير النهارده وامبارح، ويكون في تطوير في حياتك، عشان خاطر الحياه بتعدي عليك وعمرك بيعدي اكتر، ثم بعد كده مش هتقدر تشتغل، وزي الشغل بتاع النهارده مش هتقدر تشتغله بكره، ثم هتلاقي نفسك واقع في مشكله كبيره. السلام عليكم، اشوفكم على خير.